3 حاجات لو عملتهم هيخلوا نفسك هادية وساكنة ومطمئنة. يلا اعمل لايك علشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس. ولو عايز تحجز استشارة شخصية معايا في أي مشكلة موجودة في حياتك فيسعدني جدا ويشرفني إنك تتواصل معايا على موقع ahmedalfatih.com واطمن إن شاء الله مشكلتك هنلاقي لها حل. يلا بينا نعرف إيه بقى هم الحاجات اللي لو عملتهم هرتاح نفسيا وهطمئن. أول حاجة، ركز على السعي وملكش دعوة بالنتائج. يعني ايه؟ ربنا جابنا الدنيا اصلا علشان نسعى مش نركز على النتيجة. ودي بقى اللي معظم الناس بيعملها، بيبقى بيمشي في الحاجة ودماغه في الاخر في النتيجة، بيفكر في النتيجة قبل ما بيفكر في السعي. فايه اللي بيحصل؟ تلاقيه مخنوق ومتضايق وتعبان. ما تنساش ان ربنا قال وقال ليس للانسان الا ما سعى. يعني وكأن ربنا بيقولك ما تشيلش شيلة هي مش بتاعتك، انت ما انتش عليك غير انك تسعى. انا جبتك الدنيا علشان تسعى فقط لا غير. فانت من اول لما بتتولد لغاية لما تموت انت في حالة من السعي في اي هدف من اهداف حياتك. ولما انت بتسيب النتائج على ربنا انت بتحس انك مرتاح وهادي ومطمن. وفي حاجات هتشوف نتائجها وفي حاجات مش هتشوف نتائجها. ربنا بيقول فيها وانما توفون اجوركم يوم القيامة. فخلاص بقى ما تشيلش هم علشان تحس انك مرتاح. انشغل دائما بالسعي، انشغل دائما بالحركة، انشغل دائما بالاستمرارية. الاستمرارية هي اللي هتوصلك لأي حاجة، السعي هو اللي هيوصلك، الحركة هي اللي هتوصلك. لكن تركيزك على النتيجة هيتعبك نفسيا وهيخلي نفسك دايما مش مطمنة، وهتلاقي بقى الاكتئاب جاي والحزن جاي والعصبية والضيق وكل المشاكل النفسية هتلاقيها بتتجمع عليك لما انت تبص للنتيجة. فانسى النتائج ديت وركز في السعي. رقم 2، اوعى تكتم جواك. بمعنى اي مشاعر فضفض عنها. دور على اقرب حد امين ليك، حد واحد بس تكون واثق فيه ويكون عنده خبرة في نفس الوقت، تفضفض له وتقول له اللي جواك، وهيبتدي هو يديك بعض النصايح. خد بقى النصايح دي واشتغل عليها. يعني حتى ربنا كان بيقول لسيدنا محمد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ده مين؟ ده سيدنا محمد. قال له اقعد مع الناس دي واختلط بالناس دي. ليه؟ هيساعدوك. فانت كمان نقي اقرب حد قريب منك قوي وامين جدا جدا جدا، ما بيطلعش كلامك بره واسرارك بره، واستشيره، واللي يقولك عليه اعمله. ودي ما اسمهاش شكوى، عشان ما حدش يقولك انت كده بتشتكي. لا، انت كده بتفضفض. اللي بيشتكي هو اللي انت تديله حلول يطلع لك من الحلول شكاوي، يطلع لك من كل حل شكوى. فده اللي بيشتكي. اما اللي عايز فعلا يتغير لما انت بتقوله المعلومة بيقوم يعمل بيها. رقم 3، تقبل النقيضين وتقبل الضدين. يعني ايه؟ يعني ربنا خلق كل حاجة وعكسها في الدنيا، كل حاجة وعكسها. خلق الحزن وخلق السعادة، خلق السكر وخلق الملح، خلق التخين وخلق الرفيع، خلق كل حاجة وعكسها. فانت لازم تتقبل الاتنين دول في حياتك. تتقبل ان في ايام انت هتكون فيها ما شاء الله مرتاح ومبسوط والدنيا معاك حلوة ومعاك فلوس كتير، وفي ايام هتلاقي الدنيا ما انتش مبسوط، ما انتش مرتاح، ما انتش ساكن، ما معكش فلوس زي الاول. لازم تتقبل الاتنين دول. عشان كده ربنا قال ايه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم اهو ولا تفرحوا بما اتاكم. ما تبقاش عامل زي البني ادم اللي هو بيشيل كل حاجه على قلبه ويأسى ويحزن ويغرق في احزان الماضي، ولا بتفرح الفرحه العارمه زي ما طفل كده يجيله لعبه بيبقى يعني مش قادر من الفرحه. ما تبقاش ده وما تبقاش ده، تفضل متوازن، متقبل ده ومتقبل ده. اي حاجه انت بتتقبلها في حياتك صدقني والله بتعدي. لو انت تقبلت الحزن هيعدي، لو انت تقبلت الضيق والخنقه كلهم هيعدوا. لكن لو رفضتهم وقلت لا انا عايز سعاده بس، هتاخد فوق دماغك. لان الدنيا مش جنه، دي دنيا. الجنه اللي فيها سعاده بس، الدنيا فيها النقيضين. فلازم تتقبل الاتنين. دول كانوا 3 حاجات هيساعدوك انك تبقى هادي كده نفسيا ومرتاح. ما تنساش تعمل لايك وشير عشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس، واشوفكم على خير.